اوكي يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة الأسد جيمنج. طبعا ان شاء الله يا جماعة طبعا ان شاء الله يا جماعة انا مقام 4 ساعات معي، فقبل لا تنسوا الاشتراك مشاركة المقطع حتى يصير جديد. واتمنى منكم يا جماعة تضيفون حساب على الانستغرام والتيك توك موجودات بالوصف والتعليق. وطبعا يا جماعة جدا جدا يا جماعة ضروري تضيفون حساب على الانستغرام، لهناك يا جماعة اسوي بث مباشر بنحكي مع بعض. وان شاء الله يا جماعة لما اسوي حلقة اسئلة هناك يا جماعة راح يسألون الاسئلة. فاتمنى يا جماعة اي واحد يشاهد هذا المقطع يضيف حساب على الانستغرام. واذا يا جماعه ما فتح عندكم الرابط اكتبوا يا جماعه بالبحث كي او اكس 60. يا جماعه راح اعطيكم هنا او هنا بالمونتاج. واذا يا جماعه ما قدرت اكتبوا هذا الاسم. وهم يا جماعه ضيفوا حساب على الانستغرام هناك بالتيك توك هناك يا جماعه داش فيديوهات ان شاء الله تعجبكم. ويا جماعه خلينا نبدي بالقصه. طبعا يا جماعه قبل هذا بالقصه، طبعا يا جماعه كذا غيركم يقول انت كذاب والمقام مصادق. شوف يا جماعه انا مالي مصلحه اكذب. ف فيا جماعه انا مالي مصلحه اكذب، ويا جماعه راح اشوف القصه بالتفصيل. فيا جماعه اللي يصدق يصدق والمنزل يا جماعه حوحوا يا جماعه كذا غيركم يقول انت كذاب. شوف يا جماعه انا مثل ما قلت لكم يا جماعه انا مالي اي مصلحه اكذب. فيا جماعه انا احكي لكم القصه بالتفصيل. وان شاء الله يا جماعه هاي القصه مقسومه على جزئين. هذا الجزء الاول يا جماعه هو هذا، والجزء الثاني يا جماعه راح يجيكم ان شاء الله بعد فتره، يعني لا تخافوا ما حطول عليكم، ان شاء الله يجيكم قريبه جدا. اوكي يا جماعه خلينا نبدا بالقصه. طبعا يا جماعه هاي القصه احكيكم يا جماعه صارت يا جماعه قبل 6 سنين او 7. ويا جماعه وما صارت يا جماعه بهاي المنطقه، صارت يا جماعه منطقه قديمه يا جماعه، مو بهاي المنطقه ساكن بها هسه اني. يا جماعه الجزء الثاني ان شاء الله راح يكون بهاي المنطقه ان شاء الله يعجبكم قريبا. اوكي يا جماعه خلينا نبدا بالقصه. طبعا يا جماعه يوم من الايام طبعا يا جماعه يوم من الايام طبعا يا جماعه يوم من الايام كنا نتمشى انا وصاحبي محمد، الله يذكره بالخير. طبعا يا جماعه كنا نتمشى ونسولف. طبعا يا جماعه قبل لا ابديكم بالقصه، طبعا يا جماعه انا وصديقي محمد الله يذكره بالخير يعني انه يا جماعه نحن يا جماعه كلش فضوليين، يعني احنا يا جماعه اذا نشوف اي شيء بالكون هيك فضوليين نسال. فيا جماعه عمود تعرفون انه صار يعني كله بهدله. المهم يا جماعه وانا اتمشى انا وصديقي محمد لقي لكم يا جماعه رجل وامراه يا جماعه عمرهم يتراوح بين ال20 و23 سنه. لقيناهم يا جماعه يركضون. ف... آم، ف... فانا وصديقي محمد قلنا انه ليش ما نركض وراهم يا جماعه، انتم متخيلين هذا الغباء. المهم يا جماعه عرفوا يا جماعه هذا مخفف خبيث. يا جماعه خلينا نركز بالقصه. طبعا يا جماعه لقيناهم يركضون. فيا جماعه انا قلت صديقي محمد خلينا نركض وراهم. فيا جماعه فيا جماعه يا جماعه صديقي محمد بالبدايه عارض قال لي ايش احنا راكضين اليوم؟ قلت له لا يا معود خلينا نمشي. يا جماعه بالقوه قنعته وركضنا وراهم. ويا جماعه ظلنا نركض وراهم. طبعا يا جماعه طبعا يا جماعه ظلوا يركضون مسافه جدا بعيده. يا جماعه ظلنا نركض وراهم. وبعدها يا جماعه وصلوا. يا جماعه البيت شكله جدا غريب ومرعب. يا جماعه ما شنو هذا البيت اصلا. يا جماعه شكله غريب. يا جماعه شكله يا جماعه غريب ومرعب. فيا جماعه طبوا الرجل والامراه. فيا جماعه هم اول ما طبوا نحن طبينا وراهم. فيا جماعه نحن اول ما طبينا، طبعا يا جماعه هذا الحكي كان يا جماعه الصبح. يا جماعه كان الظهر تقريبا. فيا جماعه يعني مو بالليل. المهم يا جماعه فيا جماعه الرجل والامراه طبوا ونحن يا جماعه طبينا وراهم. فيا جماعه لما طبينا ويا جماعه لما طبينا لقينا يا جماعه البيت مظلم. بما انه يا جماعه ادينا الصبح بس يا جماعه البيت مظلم، يعني ما في يا جماعه يعني غرفه يا جماعه على الشمس يا جماعه قاعد تضوينا شويه. فالمهم يا جماعه هذا الرجل والامراه اللي يا جماعه اختفوا. يا جماعه ما لقينا، يعني ما شفناهم يا جماعه اول ما طبينا ما لقيناهم. فيا جماعه احنا اول ما طبينا انسد الباب بطريقه يا جماعه جدا 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 قويه. يا جماعه قلبي وقع لما الباب انسد. فيا جماعه الباب انسد بطريقه جدا قويه. فانا يا جماعه اني قلبي وقع. يا جماعه قلبي وقع. فيا جماعه رحنا للباب وريد ينفتح يا جماعه ما بدا ينفتح. طبعا يا جماعه راح اشرح لكم البيت شلون صاير. شوف يا جماعه اول ما تطبون للبيت اوكي يا جماعه قدامكم درج، يعني اول ما تطبون يا جماعه قدامكم درج. اوكي يا جماعه على اليسار اكو المطبخ وقدامه ممر. اوكي يا جماعه على ايدكم اليمين يا جماعه هم اكو ممر. فيا جماعه انا وصديقي يا جماعه وانا وصديقي محل يا جماعه تورطنا. يا جماعه ما اعرف ايش نسوي. فيا جماعه ونحن فيا جماعه قلنا فيا جماعه قلت صديقي محمد انه لازم نطلع من هذا البيت بسرعه. فيا جماعه صديقي يا جماعه كان جدا جدا خايف. فيا جماعه انا كنت خايف. فالمهم يا جماعه نحن رحنا على الجهه اليمين يا جماعه على ايدكم اليمين. يا جماعه نحن على الجهه اليمين. نحن يا جماعه بدنا نتمشى لقينا لكم يا جماعه مجموعه غرف. ويا جماعه نحن بدنا نتمشى. طب لكم يا جماعه باول غرفه لقينا لكم يا جماعه غرفه. ويا جماعه طبينا عليها.
ويا جماعة لما طبينا عليها لقينا لكم يا جماعة الغرفة متروسة دم. او ماي جاد يا جماعة، وين يا جماعة قلبي وقف. انا يا جماعة ردت اموت من الخوف يا جماعة. فيا جماعة لقيت لكم انه على هاي يا جماعة مكتوبة كلمات وانا ما اعتقد يا جماعة مكتوبة يا جماعة بدم. يا جماعة اعتقد يعني مو كتاب عادية. طب يا جماعة مكتوبة وايد كلمات، بس يا جماعة فهمتكم يا جماعة كلمة وحدة، واللي هي يا جماعة لازم القانون ما يحكمنا. بالضبط يا جماعة قلت لكم يا هسه، يعني هم كاتبين هواية بس انا اللي فهمته بس هاي الجملة. لازم كاتبين يا جماعة لازم ما يحكمنا القانون. وانا يا جماعة معاكم يا جماعة الصربين وانا وصديقي يا جماعة قلبي وقف. فالمهم يا جماعة، طب يا جماعة نحن طلعنا من هاي الغرفة ورحنا يا جماعة للغرفة الثانية. ويا جماعة طبينا الغرفة الثانية لقينا لكم يا جماعة لقينا لكم يا جماعة الغرفة بيها كتب، ولقينا لكم يا جماعة يعني غرفة يا جماعة بيها وايد كتب، يعني ما اعرف يا جماعة بيها وايد كتب. ولما يا جماعة لزمنا انا وصديقي الكتب يا جماعة مكتوب عليها ما اعرف يا جماعة هذا الكتاب ما اعرف اسمه يا جماعة، اسمك جدا غريب حتى يا جماعة مو بالعربي يا جماعة، اسمه جدا غريب. فالمهم يا جماعة فالمهم يا جماعة رحنا للغرفة الثالثة. يا جماعة مثل ما قلت لكم انه بيه هواي غرف. يا جماعة رحنا للغرفة الثالثة. فالمهم يا جماعة رحنا للغرفة الثالثة يا جماعة، ولقينا لكم يا جماعة أول طبيعي يا جماعة للغرفة لقينا لكم ريحة جدا مقززة. ولما يا جماعة طبينا للبيت لما طبينا للغرفة يا جماعة لقينا لكم يا جماعة فأر طلع من الغرفة بسرعة. فيا جماعة ما عرفنا يا جماعة أنا يا جماعة أنت جيت ميت خوف. فالمهم يا جماعة هذا الفار طلع وطبينا يا جماعة للغرفة. فلقينا لكم يا جماعة ريحة الغرفة يا جماعة جدا جدا كريهة. يا جماعة ريحة الغرفة مقززة يا جماعة، يعني يا جماعة حاشاكم يعني على السامع يا جماعة ريحة جدا مقززة. فالمهم يا جماعة طبينا للغرفة وظل يا جماعة نستكشف يشوف شنو القصة. فالمهم يا جماعة ونحن نتمشى شفت لكم دست يا جماعة على شيء يا جماعة شوي قوي. فيا جماعة أنا هنا نزلت جواي وبديت يا جماعة أشوفها. فالمهم يا جماعة واني دادوا على هذا الشيء لقيت لكم يا جماعة فلقيت لكم يا جماعة مجموعة حيوانات مدفونة. اوه ماي جاد يا جماعة لقيت لكم يا جماعة مجموعة حيوانات مدفونة. ويا جماعة شفت لكم يا جماعة بيناتهم أكرمكم الله كلب يا جماعة. لقيت لكم يا جماعة كلب مدفون. ويا جماعة اكو حيوانات ما اعرف شنو هي بصراحة. اكو يا جماعة قطة يجوز المهم يا جماعة. فيا جماعة أنا أول ما شفت هذا الشيء فيا جماعة أنا أول ما شفت هذا الشيء يا جماعة طلعت من الغرفة. ويا جماعة صديقي لحقني. فالمهم يا جماعة أنا قلت له أنا يا جماعة قلت لصاحبي إنه شنو هذا. قلت له إنه أنا شفت إنه أكو حيوانات أكرمكم الله مدفونين بهاي الغرفة. فلا يا جماعة ظلينا يا جماعة متنا خوف. فالمهم يا جماعة طلعنا أنا وصديقي رحنا يا جماعة يا جماعة رحنا للجهة الثانية على يدكم اليسرى. رحنا يا جماعة للمطبخ. يا جماعة ما رحنا للغرفة الثانية يا جماعة رحنا للمطبخ. فما يا جماعة نحن رحنا للمطبخ. ويا جماعة لما طبينا للمطبخ لقينا يا جماعة ريحة جدا كريهة. يا جماعة ريحة يا جماعة جدا ريحة. ولما يا جماعة طبينا للمطبخ. يا جماعة هذا المطبخ مو مثل أي مطبخ عادي. يا جماعة هذا المطبخ يا جماعة جدا غريب. يا جماعة مو مطبخ يعني يا جماعة هو مطبخ بس مو مطبخ. يا جماعة مطبخ شكله جدا غريب. ويا جماعة ما بشوفكم يا جماعة متروس دم. يا جماعة المطبخ متروس دم يا جماعة. فما يا جماعة والله يا جماعة خفت يا جماعة يا جماعة خفت. فالمهم يا جماعة ونحن طلعنا من المطبخ. فالمهم يا جماعة نحن طلعنا من المطبخ. يا جماعة وانا يا جماعة طلعت من المطبخ يا جماعة واني جيت امشي يعني يا جماعة من الخوف ووقعت شيء يعني ما اعرف شنو يا جماعة. يا جماعة هو وقع شيء. فالمهم يا جماعة لقينا يا جماعة الشخص نازل يقول يا جماعة يقول انه منو هذا بالبيت. فالمهم يا جماعة انا وصديقي محمد يا جماعة خدنا جوا الدرج. يا جماعة خدنا جوا الدرج ضروري. وهذا يا جماعة الشخص نزل ويدور يقول منو هذا اللي هنا منو هذا. فيا جماعة نحن ظلينا ساكتين يا جماعة جدا مرعوبين. فالمهم يا جماعة هذا الشخص صعد فوق ويا جماعة يقولوا له انه مجموعة الخيطان يقولون معاه يا جماعة عددهم 6 ما ادري 7. فالمهم يا جماعة هو صعد يقولوا له يا جماعة انه تعال ما عندنا وقت. فالمهم يا جماعة انا صديقي محمد قلت له يا جماعة انه لازم نصعد فوق، انه لازم يعني نلاقي لنا شيء على مود نطلع من هذا البيت مرعب. فالمهم يا جماعة بعد مرور 5 دقائق 10 دقائق يا جماعة طلعنا من جوا الداير واسمع يا جماعة صعدنا فوق. يا جماعة كنا يا جماعة نصعد بجدا حذر. فالمهم يا جماعة أول ما صعدنا لقيت لكم يا جماعة أول ما صعدت لقيت لكم يا جماعة الشخص لابس أسود ومطينا ظهره يا جماعة. يا جماعة هذا طبعا يا جماعة أنا ظليت يا جماعة أنا وقفت فترة من الخوف يا جماعة جدا جدا خايف. ويا جماعة أني والغريب يا جماعة أن هذا الشخص يا جماعة ظل واقف.
يا جماعه كان يا جماعه مطينا ظهره. يا جماعه هو كان يا جماعه مطينا ظهره. ويا جماعه والغريب انه ما يتحرك. يعني المهم يا جماعه انا وصديقي محمد ظلينا يعني نمشي جدا جدا حذر وما طلع ولا صوت. فالمهم يا جماعه طبينا الغرفه. ويا جماعه اول ما طبينا للغرفه لزمنا لزمونا يا جماعه مجموعه اشخاص يا جماعه يختموني ويا جماعه ضربوني وصعدوني فوق يا جماعه، صعدوني للسطح اعتقد. فالمهم يا جماعه نحن ظلينا. ويا جماعه انا ظليت انا وصديقي محمد يا جماعه نصيح بصوت عالي عالي. فالمهم يا جماعه اول ما صعدوني للسطح لقيت لكم يا جماعه مجموعه اشخاص يا جماعه. ولقيت لكم يا جماعه الرجل والامراه اللي يا جماعه اللي كنا نلحقهم. فيا جماعه نحن هنا ضربوني وحطونا هنا. فانا يا جماعه فانا يا جماعه انا ما ضليت افكر باي شيء. يا جماعه يا جماعه انا كنت جدا جدا مرعوب. ويا جماعه لكم يا جماعه ما جيت افكر باي شيء. يا جماعه قلت خلاص انه هاي نهايتي. فالمهم يا جماعه واحد منهم قال انه واحد منهم يا جماعه قال انه شو نسوي بهذول الاشخاص. فيا جماعه واحد منهم قال انه خلينا نقتلهم. ويا جماعه واحد منهم قال لا خلينا نستمتع بيهم. يا جماعه انا ما تعرف شنو يعني يقولون انه لازم نستمتع بيهم. فالمهم يا جماعه هم يا جماعه دي يحجون. فيا جماعه ما سمعتوكم يا جماعه الا يا جماعه باب البيت اللي جوا يعني يا جماعه باب البيت انخلع. وانا يا جماعه قلت قلبي وقف يا جماعه. وانا هنا يا جماعه هم جاي يسولفون ونزلوا اكتشفنا يا جماعه انه هذول الشرطه. طبعا يا جماعه انا اكتشفت انه الشرطه يا جماعه اكيد يا جماعه يحسون انه هذول الشرطه شلون اجوا. يا جماعه اعتقد انه يا جماعه لما كنا نصيح اعتقد يا جماعه واحد من الجيران سمع صوتنا. المهم يا جماعه فيا جماعه المهم يا جماعه اتوقع يا جماعه سمع صوتنا. فهو يا جماعه راح بلغ الشرطه. وجوا يا جماعه الشرطه ولزموهم. والحمد لله يا جماعه حرروني. والحمد لله يا جماعه حررونا وحرروا انه هذا الرجل والامراه. وجماعه هذا الرجل والامراه سالناهم انه انتم ليش جيتوا لهذا البيت. فاعتقد يا جماعه انه يا جماعه انه هذا الرجل والامراه يا جماعه يحبون بعض اتوقع يا جماعه. فهم قالوا انه نحن جينا للبيت وشردنا من البيت اهلها واهلي على مود يعني نحن نحب بعض. هم انه هم مطونا لبعض. فيا جماعه انه هذا الحكي بالمختصر. فهم يا جماعه هم راحوا ويا جماعه الشرطه طلعونا من هذا البيت. ويا جماعه هذا البيت يا جماعه قفلوه. وبعد يا جماعه يعني هذا يا جماعه البيت يا جماعه بعد قفلوه. وبعد يا جماعه قالوا انه لازم بعد ما تجون هذا البيت. ان هذا البيت يعني يقولون يا جماعه ان هذا البيت جدا جدا خطير لا حد يجي لهذا البيت. فالمهم يا جماعه طلعنا من البيت والحمد لله يا جماعه انا سليم يا جماعه. فالمهم يا جماعه طلعت ورحت للبيت وما اشوف يا جماعه كميه الرزق اللي اكلتها. بس المهم يا جماعه رجعت البيت وتزيت يا جماعه. والحمد لله يا جماعه خلصت من هذا الجزء. فاوكي يا جماعه وصلنا لهذا الجزء الاول. اتمنى عجبكم وان شاء الله يا جماعه مثل ما قلت لكم انه يا جماعه القصه بها جزئين. فان شاء الله يا جماعه الجزء الثاني حيجيكم يا جماعه قريبا. فيا جماعه الجزء الثاني يكون يا جماعه جدا جدا مرعب. ويا جماعه له ربط بهاي القصه. فاوكي يا جماعه اتمنى عجبكم القصه. فلست لايك والاشتراك مشاركه المقطع حتى تشوفوا جديد. وضيفونا حسابي على الانستغرام والتيك توك موجودات بالوصف والتعليق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.